فيلم شبح الماضي وحكاية المطربة اللي نفست أم كلثوم. نادرة في تاني فيلم ليها بعد فيلم أنشطة الفؤاد سنة 32 وبدر لاما، إنتاج شركة كوندور فيلم، إبراهيم وبدر لاما سنة 34. فيلم شبح الماضي قصة وسيناريو إبراهيم لاما، حوار إبراهيم حسين العقاد. الفيلم غنائي اللي كتب القصائد الأديب والمفكر عباس محمود العقاد واللي لحن رياض السنباطي، ويعتبر رابع انتاج للشركة بعد قبلة في الصحراء سنة 27، فاجعة فوق الهرم سنة 28، معجزة الحب سنة 30، وكلهم من اخراج ابراهيم لاما. لعب بطولتهم اخوه بدر لاما، وفي فيلمين اخرجهم ابراهيم لاما مع شركات انتاج تانية زي فيلم وغز الضمير سنة 31 مع اسيا داغر، وفيلم الضحايا سنة 32 انتاج بهير حافظ فنار فيلم. ملخص قصة الفيلم: رمزي مهندس متجوز دلال وعايش في فيلا على النيل، بتربطه علاقة غير شرعية مع نادرة اللي متجوزة من محمود، وعشان رمزي يوصل لعشيقته بيقرر يتخلص من جوزها محمود ومن مراته دلال. اخصى عليك. الفيلم اتعرض في نوفمبر سنة 34 وفي ديسمبر في سينما الكوزموجراف الوطني في القاهرة. نادرة محمد أمين الشهيرة بنادرة، مطربة وملحنة مصرية قديمة، اتولدت سنة 1906 في حي عابدين من أم لبنانية وأب مصري. أمها توفت وهي عندها سنتين وأبوها سافر أمريكا واتجوز هناك. اتربت في بيت جدتها أم أبوها. بدأت علاقتها بالغنى وهي في ابتدائي. كان الفن هو هدفها الأول. كانت بتغني في حفلات أسرية على الضيق لحد ما قابلت عازف الكمانجا السوري سامي الشوا وكان ملقب بأمير الكمان. شجع نادرة إنها تغني لما أعجب بصوتها. اتعلمت العزف على العود على ايد الموسيقار يوسف عمران اللي علمها تغني الموشحات. اتقنت المقامات الموسيقيه القديمه وغنت على مسرح رمسيس اللي بالصدفه كان موجود امير الشعراء احمد شوقي والموسيقار عبد الوهاب حاضرين، ونادره كانت بتغني موشح واعجبوا بيها جدا. نادره اجادت العزف والغنى واشتغلت في كازينو بديعه مصابني واتالقت فيه وبقت نجمه لحد ما اتجهت للتمثيل ولعبت اول بطوله في اول فيلم غنائي أنشطة الفؤاد. نادره اشتهرت لدرجه انه بيقال ان ام كلثوم كانت بتغير منها، وبقت نادرة منافسة قوية لام كلثوم. نادرة غنت للجيش المصري ايام حرب فلسطين، غنت يا مصر قوم احمي الوطن، وكانت اول مطربة تغني للجيش. وصلت لدرجة ان اللي بيلحن لها عمالقة الموسيقى رياض السنباطي ومحمد الأصبجي ومحمد عبد الوهاب. وفي عز مجدها قررت الاعتزال في نص الستينات. عاشت في بيتها. الرئيس جمال عبد الناصر قرر يصرف لها معاش تعيش منه لحد ما توفت سنة 1990 وعمرها 84 سنة. الله يرحمك يا نادرة. تابعونا.